بسم الله. موضوع فيديو النهارده هو ازاي ان انا اعمل اكسبورت الفايل اللي انا عملت لها سكان. تمام. الفيديوهات اللي فاتت احنا شرحنا ازاي نعمل اوردر او ان احنا عملنا ارسال للحاله بتاعتنا من خلال السوفت وير بتاع ميريت. تمام. فانا عندي اكونت على ميريت والمعمل عنده اكونت على ميريت، فهبتدي ان انا اتعامل بالاوردر على طول. طيب لو انا عايز اعمل اكسبورت الفايلات دي بحيث ان انا اخد الفايلات وابتدي ان انا اخدها ابعتها على الجيميل او الواتساب او اخدها على فلاشة، فانا عايز اعرف ازاي اخد الفايلات دي. طيب اول ما بفتح السوفت وير بتاعي، خلاص ده الاكونت بتاعي اكونت عياده، هتلاقي الحاجه بتاعتي موجوده في الكيس بوكس. خلاص فتحت الفايل فيور فهي موجوده معايا فوق على اليمين اهي. تمام. طيب عندي تالت ايقونه على اليمين حاجه اسمها اكسبورت فايل، فانا هبتدي اضغط على الفايل اكسبورت فايل بحيث ان انا اخد الداتا دي. فانا اول ما ضغطت على الاكسبورت فايل هيبتدي يديني اوبشن الفايل اللي انا عايز اعمل لها اكسبورت هتتحفظ فين وصيغتها ايه وهتشتغل على سوفت وير ايه. تمام. اول حاجه الفايل اللي هيتعمل فيه اكسبورت ده هيبقى الفولدر بتاعه هيتسيف مثلا على الديسكتوب. لو انا عايز اغير الفولدر ده فهبتدي اتك على الايقونه دي وابتدي اختار الفولدر اللي انا عايز احفظ فيه الفايلز دي. فانا قلت ان انا عايز اسيف الفايل بتاعي على الديسكتوب. تمام. ده الفولدر نيم. مثلا لو انا عايز اغير الصيغه بتاعته فانا مثلا كتبت الاسم احمد عشان يتسيف باسم احمد. خلاص. عندي دي الفايلز اللي طالعه هتطلع بالاسم ده. لو عايز اغير برضو الصيغه بتاعتها والاسم بتاعها هكتب مثلا اي اسم وليكن مثلا علي. خلاص. التايب بتاع السوفت وير اللي انا هستخدمه دي السوفت وير اللي انا ممكن استخدمها ميريت او اكسوكاد او 3 شيب مايسترو. خلاص. طيب. عندي بقى ده نوع الفورمات اللي انا هستخدمه. عندي اس تي ال واو بي جي وبي ال واي. لو انا عايز الفايل متلون بيكون او بي جي او بي ال واي كده الفايل بتاعي هيطلع بالالوان بتاعه. تمام. بالالوان بتاعته. لو انا عايزه من غير الالوان فانا هختار ان هو يكون اس تي ال فايل. خلاص. طيب الاكسوكاد بتاعي او معظم الكاد سوفت وير بتشتغل بايه؟ هتشتغل بالاس تي ال او الاو بي جي. فعلى حسب اللاب او على حسب الدكتور عايز يعمل اكسبورت الفايلات بانهي صيغه. طب انا عايز اخد الصيغتين او بي جي والاس تي ال، فانا عملت او بي جي واس تي ال فايل. طيب ده بالنسبه للاوبشن بتاعه الحاجه قبل ما اعمل لها اكسبورت. طب الحاجات اللي انا عملت لها اكسبورت ممكن ان انا سيلكت حاجه والغي حاجه. فانا دلوقتي ده الماكسيلا والماندبل والاوكلوجن بتاعي والديناميك اوكلوجن. خلاص. فانا لو عايز اكنسل حاجه ممكن اكنسلها، عايز اضيف حاجه بضيف الحاجه اللي انا عايزها. طيب لو عايز اطلع برضو بي دي اف فايل فيه الكيس بتاعتي ايه الحاجات اللي معمول فيها بالاسم بالتاريخ الاسكان بالنوع الريستوريشن، برضو ممكن اطلع فايل بي دي اف في الاكسبورت فايل بتاعتي. طيب انا خلصت الداتا دي كده وعملت ليها اكسبورت، هيبتدي يقول لي برضو ان في ايه فولدر بالاسم ده موجود على الديسكتوب. فانا قلت له خلاص احفظه. فهيبتدي ان هو يحفظ اللي هيعمل اكسبورت للداتا دي، وهيبتدي ان هو يديني اوبشن ان انا لو عايز افتح الفايلات هتلاقي الفايلات موجوده على الديسكتوب بالفولدر بتاعي الاحمد، ودي الفايلات بتاعتي الاو بي جي والاس تي ال فايل. خلاص. زي ما انا شايف كده ان الاس تي ال حجمه 20 ميجا والاو بي جي حجمه 16 ميجا زي ما انا قلت في بدايه الفيديو. طيب ايه الفرق الوحيد لما يكون الاكونت بتاعي معمل او عياده؟ لما بيكون الاكونت بتاعي عياده فانا خلاص الحاله بتاعتي موجوده في الكيس بوكس فانا اعمل اكسبورت على طول. اما لو انا معمل وبعمل والدكتور عامل لي اوردر خلاص وعملت ليه اكسبت، فانا اول ما اعمل اكسبت هتكون موجوده عندي في الانبوكس. فانا لما اعمل اكسبت الكيس دي هتروح عندي في فولدر تاني اسمه الورك بوكس، هو مش موجود هنا دلوقتي. فالورك بوكس ده لما اضغط عليه بعد ما اعمل اكسبت للكيس دي هبتدي ان انا اخش اعمل اكسبورت الفايلات، عشان المعمل برضو بيبقى عايز يعمل اكسبورت عشان يدخل الداتا دي على الاكسوكاد. فهو نفس الطريقه ونفس الفيديو بالظبط. يا رب يكون الموضوع بسيط ومفيد. كنت معكم مهندس احمد السيد، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا.